فريق طبي يستخرج جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام بأسيوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا الخبر الجديد والمفاجئ. تمكن فريق طبي من مستشفى الأطفال الجامعي من إجراء عملية جراحية عبارة عن عملية استئصال جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام، حيث لوحظ وجود جسم في بطن الطفلة أثناء حمل أمها لها، وبالمتابعة أجرت لها ولادة قيصرية وحجزها داخل وحدة حديث الولادة بمستشفى الأطفال الجامعي. ومن خلال إجراء التحاليل اللازمة وعمل استكشاف، اسفر عن وجود جنين شبه متكامل محاط تماما بأغشيته الجنينية كاملة داخل بطن الرضيعة، وتم استئصال الجنين من داخل بطن الرضيعة وتم نقلها إلى وحدة حديث الولادة عقب نجاح العملية الجراحية وخروجها من المستشفى بعد تماثلها للشفاء. ودم الفريق الطبي الذي أجري العملية الدكتور إبراهيم علي إبراهيم أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي، والدكتور أحمد ماهر مدرس مساعد بجراحة الأطفال، والدكتور محمد حمادة مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتورة ولاء أحمد عزت طبيب مقيم، والدكتور حمدي إبراهيم مدرس الأشعة التشخيصية، والدكتورة فاطمة نبيل مدرس التخدير والعناية المركزة. وفي نهاية الفيديو نشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة ادعمنا بزر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.